السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض رز بسمتي، وهنعمل أجنحة دجاج في الفرن. طريقة سهلة جدا وبسيطة، اتمنى طبعا ان هي تعجبكم. يلا بينا نشوف مع بعض عملنا الصواني ديت ازاي. معانا أجنحة، طبعا انا مغسلاها ومقطعها كده زي ما انت شايفة. تعالوا نتبلها مع بعض. معانا بصلاية، ودي قرن فلفل، نحط كمان نص معلقة توم، معلقة صلصة. لو عندك طماطمية حطيها تكون أفضل يعني. نضيف معلقة عسل أسود، هنضيف كمان مستردة، معلقتين كده كبار. نحط معلقة توم بودر، وبرده بصل بودر، نضيف معلقة خل، هنحط ليمونتين، نضيف رشة سماق. السماق بيديها مزازة حلوة قوي يا جماعة. قرفة، كمون، وده زعتر، فلفل اسود، بعدين نضيف الملح. هضربها بقى، هطحنها وارجعلك. ادي الشكل النهائي. عايزه اقول لكم الريحه بقى تجنن، تحفه. نضيفها بقى على الأجنحة بتاعتنا، نتبلها بقى كده كويس. كده خلاص اتبلت. هقولك بقى هنعمل ايه دلوقتي. هحطها بقى في صينية، خلاص كده خلصناها. هدخلها بقى الفرن واوريها لك بعد ما تطلع من الفرن. هي على النار. تمام
كده احمرت البصلة. معانا بقى البهارات بتاعت الكبسة، فلفل، كمون، زعفران، ملح وقرفة مطحونة. هنزل بيهم كده، اديهم تقليبة كده مع البصلاية. هنديها كمان معلقة معجون طماطم، نديها بقى مية، هنسيبها بقى تغلي. واول ما تغلي هنحط الرز بتاعنا. الرز اهيت خلاص غليت، ننزل بقى عليها بالرز بتاعنا. طبعا احنا عارفين ان الرز بياخد ضعف كميته ميه عشان ده رز بسمتي. يعني ده كيلو رز انا حاطه عليه 2 كيلو ميه. تمام كده، نسيبه بقى لحد ما يستوي. ادي الرز اهو اتشرب، بس طبعا لسه مستويش ولسه فيه ميه. هنوطي بقى عليه النار ونسيبه يستوي براحته. ادي شكل الصينيه بعد ما شويناها في الفرن، شكلها جميل جدا وطعمها احلى. وبكده اكون وصلت معاكي لنهايه الفيديو. طبعا اتمنى الفيديو يكون عجبكم. متنسونيش بقى لايك وشير وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.